سر من أسرار الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسمعونه لأول مرة، فإذا سمعتموه فلن تتركوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد اليوم. قال عمر رضي الله عنه: دخل رجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا: يا رسول الله، ما معنى الصلاة عليك؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أجبتكم. إن الله وكل بي ملكين، فإذا صلى علي أحدكم صلاة قال الملكان: اللهم اغفر له. ولكن العجب أحبتي في الله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم علي صلاة وقال الملكان: اللهم اغفر له، فإن الله يقول: آمين، وتقول الملائكة: آمين. أي أنك إذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعا لك الملكان بالمغفرة، فإن الله عز وجل يؤمن على دعائهما، وكذلك الملائكة. وقال أحد الصحابة: خرج علينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما، فقلت: يا رسول الله، ما رأيت عليك من الطلاقة والبشر مثل اليوم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أجل، أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني وقال: إن الله يقول: من صلى عليك صلاة واحدة صليت عليه بها 10 صلوات، ومحوت عنه 10 سيئات، وكتبت له 10 حسنات. أحبتي في الله، بعد سماعكم هذه الأحاديث المباركة الصحيحة، هل تتركون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد اليوم؟ فلا تبخلوا بهذا الخير على عباد الله وأحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وانشروه لعله يكون لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم صدقة جارية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.